الرئيس السوري يتدخل لرفع المعاشات، زيادة مرتقبة وحساب جديد لأصحاب المعاشات. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة، رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس، وإليكم التفاصيل الكاملة. زيادات تتراوح بين 5000 و 12000 ليرة سورية. تعرف على طريقة حساب المعاش. يشهد ملف المعاشات التقاعدية في سوريا اهتماما بالغا واسعا بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر السورية، وهو ما يجعل أي حديث عن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات محل متابعة كبيرة من المواطنين. وتتزايد المطالبات بضرورة تحسين دخول المتقاعدين، خصوصا أن أصحاب المعاشات يعتمدون بصورة أساسية على الدخل التقاعدي لتغطية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء والسكن والخدمات الأساسية. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في عام الأخير مرسوما تضمن زيادة كبيرة للمعاشات التقاعدية بنسبة 200%، وهو ما شكل خطوة مهمة لتحسين دخول المتقاعدين. والزيادة الجديدة ما بين 5000 إلى 12000 ليرة سورية، حيث يتداول البعض سيناريوهات تتحدث عن زيادة جديدة تتراوح بين 5000 و 12000 ليرة سورية بحسب قيمة المعاش أو الدرجة والفئة الوظيفية. لكن يجب التأكد أن هذه الأرقام تعبر عن أرقام تضاف إلى المعاشات لترفعها بصورة كبيرة في ظل الارتفاع الجنوني. إذن كيف يمكن حساب الزيادة؟ مع العلم أن هذه الزيادة متفاوتة حسب الدرجات، فمن المتوقع أن يحصل أصحاب المعاشات الأقل على زيادة أقل، بينما ترتفع قيمة الزيادة تدريجيا للفئات الأعلى. على سبيل المثال الفئة الأولى زيادة تقترب من 5000 ليرة سورية، الفئة الثانية زيادة تقترب من 7000 ليرة سورية، الفئة الثالثة زيادة قد تصل 9000 ليرة سورية، الفئة الرابعة قد تقترب من 10000 ليرة، والفئة الأعلى تقترب من 12000 ليرة سورية. وأيضا عند اعتماد نظام شرائح الدرجات، فمن الطبيعي أن تختلف قيمة الزيادة وفقا لعدد من العوامل، من بينها قيمة المعاش الحالي، والدرجة أو الفئة التي كان عليها الموظف قبل التقاعد، وعدد سنوات الخدمة والجهة التي كان يعمل بها، بالإضافة إلى القواعد التي يحددها القرار الرسمي. ولهذا فإن صاحب المعاش لا يستطيع معرفة قيمة معاشه الجديد بدقة بمجرد سماع رقم الزيادة، إنما يجب انتظار جدول رسمي يوضح قيمة الزيادة لكل فئة على حدة. ولو افترضنا أن صاحب المعاش يحصل على 50000 ليرة سورية مثلا، وتم تخصيص زيادة قدرها 8000 ليرة للفئة التي ينتمي إليها، فإن معاشه بعد الزيادة يصبح 58000 ليرة. وإذا كان يحصل على 70000، فإن الزيادة المقررة لفئة 12000 ليرة فتصبح 82000 ليرة. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة، رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.